ليش سموها جزيرة الأميرات؟ وشنو قصة هاي الجزيرة؟ أسرار راح نكتشفها بقصة اليوم. تخيل هاي الجزيرة الهادئة قبل مئات السنين كانت تخفي قصص نفي وخيانات غيرت مصير أباطرة. هاي الجزيرة كانوا ينفون بها الأميرات والأمراء والنبلاء وحتى الأباطرة إذا فقدوا سلطتهم. كانوا يجيبوهم لهذا المكان بعيد عن العاصمة حتى لا يشكلون أي تهديد على الحكم. لهذا السبب سموها جزيرة الأميرات. أشهر الروايات تقول أن الإمبراطورة البيزنطية إيريني المرأة الوحيدة اللي حكمت الإمبراطورية البيزنطية بنفسها. انتهى بها المطاف بنفيها بوحدة من جزر الأميرات بعد الانقلاب عليها. القصة بدت لما إيريني أرادت تحتفظ بالعرش بأي ثمن، حتى أنها فقعت عين ابنها الإمبراطور قسطنطين السادس حتى ما يقدر يرجع للحكم. لكن الأيام دارت عليها. بعد سنوات قام الوزراء بعزلها وسحبوا منها التاج ونفوها بهاي الجزيرة بعيدا عن القصور والذهب والسلطة. تخيلوا المرأة اللي كانت تحكم نصف العالم انتهت حياتها بهاي الجزيرة الهادئة وسط البحر، وما بقى منها إلا قصة يرويها التاريخ. لهذا السبب جزر الأميرات ما سموها بهذا الاسم عبثا، لأن الأمراء والأميرات والأباطرة كانوا ينفوهم بهذا المكان بعد ما يخسرون السلطة. كل هذا الجمال اللي نشوفه بهاي الجزيرة من قبل 1000 سنة كان آخر محطة بحياة الملوك. اتوقع هواي منكم ما كان يعرف هاي المعلومات. اكتبوا لي اذا كنتوا تعرفوها او لا. اشوفكم بقصة ثانية. في امان الله.